السلام عليكم، وحشتوني احلى متابعين في الدنيا. كل سنة وانتم طيبين. العيد داخل علينا، نلحق نعمل بقى شوية فسيخ كده زبدة ناكلهم في العيد مع شوية رنجة كده وشوية ملوحة زبدة. هخليكي تعملي وتاكليه بعد 10 ايام بس. تابعيني لاخر الفيديو، هقول لك كل اسراره وتكاته اللي تخليه صحي معاكي وما يتريش ويطلع ملحه كويس ولونه كويس وما يبصش منك، وتاكلي احلى فسيخ في الدنيا. هخليكي استاذة فيه. نبدأ كده نسمي الله ونجيب البوري بتاعنا. أول حاجة أهم حاجة تستخدميها سمكة البوري بتاعتنا. تعالوا دلوقتي نغسله مع بعض، وبعد كده هقول لكم ازاي تختاروا السمكة دي وازاي تفرقوا بينها وبين الطبار. اول حاجه جبت البوري بتاعي بغسله وهو واقف كده، يبقى راسه تحت وديله فوق علشان الميه ما تدخلش بطنه. بغسل بس الخياشيم بتاعته كلها. انا مش عارفه انا بصور ايه دلوقتي، بس المهم انا بغسل الخياشيم بتاعته كلها وبقه كمان والسمكه مقلوبه عشان الميه اهم حاجه ما تدخلش جوه بطنه. وطبعا بغسل جسمه من بره كويس قوي. ممكن تعملي الخطوه دي بميه دافيه عادي جدا. تعالي اقولك بقى ازاي تختاري سمكه البوري وازاي تعرفي ان هي صبحه، وكمان الحجم المناسب لسمكة البوري اللي هنملحها مع بعض. اول حاجة ان السمك بتاعنا لازم يكون الخياشيم بتاعته لونها وردي، وردي محمر. سمكة البوري لازم تكون راسها عريضة وعينيها رايقة. الراس عريضة غير الطبار. بصوا الراس بتاخد بالظبط 3 صوابع من ايديكي كده. طالما الراس بالعرض ده يبقى ده البوري. لو الراس بتاعته رفيعة يبقى ده طبار، ما تجيبهوش. البوري بتبقى الراس بتاعته عريضة ومفلطحة كده، الخياشيم بتاعته حمرا جدا. قشرة السمكة نفسها بتبقى ثابتة على السمك، وحاولي طبعا ما تشيليش القشرة خالص. بص لون الخياشيم احمر وطازة ازاي، وعينيه رايقة كده. انا قفلت الاضاءة علشان تشوفوا اللون الاحمر الوردي بتاع الخياشيم. ده بوري طازة، وزنه مش اقل من نص كيلو. يعني كل ما زاد الوزن بتاع البوري كل ما اديك لحم كويس وكمان طعم كويس ويستوي معاكي، والسمكة يطلع فيها ما شاء الله. يعني تفتحيها تكفي، ما تبقاش صغيرة تنشف منك. دي كمية البوري اللي عندي. عينيه اهم حاجة ما تبقاش معكرة كده، تبقى عينيه صافية، وريحته تبقى ريحة بحر، ما يبقاش متلج طبعا، يكون طازة. جبته هنا بقى، حطيت اي علبة عندك، ممكن ازاز قديمة، علبة زي اللي انا جبتها، اي علبة تكون طويلة بحيث ان انا اقدر اوقف البوري كده، يبقى راسه تحت وديله فوق، ويفضل على كده. ما يعني تبقى العلبة طويلة بحيث ان هو يصفي اي مية جواه. انا هحطه بالوضع ده حوالي ساعتين. هسيبه ساعتين كده يصفي كل المية الزيادة اللي فيه، وبعد الساعتين هبدأ اتعامل معاه تاني ان انا اصفي بقى بمناديل. وهنشوف مع بعض دلوقتي. تابعيني لاخر الفيديو وشوفي كل الخطوات من البداية للنهاية علشان نعرف عملنا مع بعض ازاي. مسميني اصلا ملكة الفسيخ. لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تفعيل زر اللايك والاشتراك تحت الفيديو علشان يوصلكم كل فيديوهات الجديدة. وكل سنة وانتم طيبين. الفسيخ بقى بسيبه بالطريقة دي كده لمدة ساعتين. احنا في الشتاء، طبعا طريقة تخليل الفسيخ في الشتاء تختلف عن الصيف. في الشتاء بسيبه مش اقل من 6 ساعات. بسيبه ساعتين كده في العلبة دي، وبعد كده بنشفه في مناديل زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، وبسيبه كمان 4 ساعات. انا بعمله الحمد لله من مدة طويلة بنفس الطريقة كده، وبيطلع ناجح وحلو جدا جدا. دلوقتي طبعا الفسيخ وصل كيلو فيه ل400 جنيه، فلما نعمله في بيتنا اوفر واضمن واحلى، وكمان موجود عندك. يعني بدل الكيلو هنعمل 3 كيلو. في الوقت بقى اللي الفسيخ معانا بيصفي ميته، تعالوا بقى نفتح على السردين البلدي او زي ما بنقول عليها الملوحة. كنت عملته معاكم من حوالي اسبوعين على القناة، وقلت لكم ان احنا هنفتحه سوا وننضفه سوا، واقول لك طريقة حفظه كمان. بص لونه وريحته ما اقولكيش. انا بنضفه وانا صايمة. ريحته حلوة جدا جدا والله العظيم. حلو، حلاوة، طري. وده سردين بلدي. انا ما بجيبش الكبير قوي، انا بجيب الحجم الوسط. بتبقى طعمها حلو كده وما فيهاش سل كتير ولونها بيبقى احمر كده غير الكبير. بصوا بطلع طبعا. انا بطلع من البرطمان بتاعي بمعلقه او باي حاجه كده تطلعي بيها، بحيث ما تنزليش ايدك في الميه خالص علشان بقيه السردين اللي موجود في البرطمان ما يجرالوش حاجه. زي ما بنتعامل مع المخلل بالظبط، بنطلع بمعلقه او بماسك او باي حاجه، بحيث ان انت ايديكي او لو فيها بكتيريا او ميكروب او حاجه ما توصلش للبرطمان بتاعك وتبوظه. بنطلع بحاجه تانية غير ايدينا خالص، وتكون حاجه ناشفه مش مبلوله. بصوا حجمه ولونه وريحته ما اقولكيش، خطيره، حلو، حلاوه، وطعمه طعم قريب من الفسيخ جدا.
واللحم بتاعه احمر كده وجميل قوي. تعالوا مع بعض بقى اقول لكم انا طلعت شويه كده هنضفهم واخزنهم عندي، يعني بيتحفظوا بالطريقه دي بحيث ان هو ما يكملش ملوحه في البرطمان، يعني كل ما هيقعد كل ما هيبقى حادق. فانا هطلع شويه هنضفهم واحطهم في علبه كده، وهقول لك ازاي دلوقتي تحفظيه اطول فتره ما يبقاش حادق معاكي، يعني يقعد يبقى بنفس طعمه، ما يبقاش حادق وكمان ما يمررش وما يبقاش طعمه وحش، يبقى طعمه حلو جدا. بصوا لونه من جوه، بصوا اللحم بتاعه احمر ازاي وجميل ونضيف وزبده، بصوا ناعم ازاي وجميل، هو بيتقطع في ايدي، يعني من كتر ما هو ناعم وطري بيتقطع في ايدي كده. طعمه حلو جدا، الشطه والملح بتوعه مظبوطين قوي قوي. طريقه السردين ده موجوده على القناه، تقدروا ترجعوا لها. موجود دلوقتي السردين موجود معانا لحد شم النسيم، موجود في السوق، تقدروا تشتروه وتخللوه. بصوا بنضف كده، بشيل الراس والبطن واحطها زي ما هي. عايزه تفتحيها وتشيلي السله اللي هي اللي في الظهر دي زي ما انا عملت في السردينه اللي فاتت دي، وتحطيه مفتوح كده ويبقى متنضف على الاكل على طول، براحتك. دي طريقه ودي طريقه، المهم ان احنا نشيل الراس والديل كده نضفناه. حطاه بقى في العلبه البلاستيك دي، وهقول لك ازاي دلوقتي تحفظيه. بصوا الميه بتاعته نازله لونها حلو ازاي، الزيت بتاعه محمر كده، والكركم والشطه مدين له لون وريحه ما اقولكيش. بصي نضفته من جوه، طري جدا زبده، وبيبقى حلو قوي قوي في الاكل برضو. طعمه ما يختلفش عن الفسيخ كتير، طعمه حلو. بس كده بصوا سهل قوي، بالراس بالبطن كده، بس كده نضف معانا. خلصت الكميه حطيتها في العلبه بتاعتنا، وبعد كده بقى اهم خطوه علشان نحافظ على السردين اللي احنا نضفناه ده، بنضيف عليه زيت. تضيفي عليه زيت كده، تغرقيه في الزيت. ما بنحطش ليمون، ما بنحطش خل، لان الخل هيهريه والليمون هيمرره. بنحط زيت بس، بنغرقه كده يبقى متغطي بالزيت، وبعد كده بغطيه تحطيه على رف التلاجة. لو هتستعمليه في خلال اسبوعين او شهر بيقعد عندك مش بيجراله اي حاجه، الزيت ماده حافظه. بعد كده لما تيجي تستخدميه ممكن تطلعيه من الزيت وبالهنا والشفا، وممكن تستخدميه او تاكليه كده من الزيت على طول. الزيت ده بيبقى طعمه حلو قوي برده معاه. وممكن طبعا تحفظي زي ما هي العلبه كده في الفريزر، يعني انا بقيت كميه كلها بفرزها بالكميه دي كده بالشكل ده قصدي، وبحطه في علب في الفريزر. وقت ما ببقى محتاجه علبه بطلعها تفك معايا، وبقى طعمها حلو جدا اكنها طازه. نرجع بقى للفسيخ بتاعنا. بعد ما سبته بقى كده حوالي ساعتين يتصفى في العلبه دي، حطيته كده بقى في صينيه عندي، وهبدا انشفه كويس قوي قوي. بنشفه بمناديل. العلبه بتاعتي دي شطفتها كده بميه ونشفتها كويس، وبعد كده حطيت فيها ورقتين من المناديل، وهبدا اجيب مناديل معايا بقى وانشف السمك كويس قوي من الخياشيم بتاعتها ومن بقها وكمان من جسمها، واسيبها في العلبه دي كده واقفه، يعني راسها تحت وديلها فوق، حوالي 4 ساعات كمان غير الساعتين، يعني احنا كده وصلنا ل6 ساعات. بص بقى طريقة، انا بحط المناديل وبسيبها، وبعد حوالي ساعتين غيرت من المناديل دي تاني، شلت المناديل دي لانها كل السائل اللي في بطنها سحبته المناديل دي، فشلتها وحطيت مناديل تانية علشان اضمن ان هي السمكة تبقى ناشفة جدا معايا. وبايدي بقى كده ببدأ اطري السمكية، هي طرية جدا اصلا، بس ببدأ اطري الظهر والديل، يعني تحاولي تبعدي عن البطن كده، الظهر تطريه كويس قوي والديل، وبرصها في العلبة اللي انا كنت رصة فيها من شوية. بصوا بحط المناديل بنفس الطريقة دي كده، واطري السمكية بايدي كويس، وبعد كده احطها. ما شاء الله اللهم بارك، السمك البوري ده الاتنين حوالي 1.5 كيلو، يعني كل ما تزودي في حجم السمك كل ما اداكي نتيجة احسن واداكي لحمة اكتر. بطريها بايدي كده وبنفس النظام، واحطها جنب اخواتها، والكمية كلها بعملها بنفس الطريقة. كل ده علشان اضمن ان سمكة البوري تبقى ناشفة معايا كويس قوي، وما يبقاش في بطنها اي سوائل، وما كمان الدم بتاعها ينشف كويس خالص. انا بعمله بالطريقة دي من مدة طويلة قوي، وما شاء الله اللهم بارك، كل اللي بيدوقوا بيعجبوا جدا جدا.
بس كده خلصنا الكمية كلها، واسيبها زي ما هي كده في العلبة دي حوالي 4 ساعات. انا سبتها بقى في العلبة دي كده وشغلت عليها المروحة كمان، مش بس سبتها كده، غطيتها بقماشة كده، يعني قماشة قديمة، يعني حاجة مش هتستخدميها تاني، وحطيتها تحت المروحة بحيث انها تنشف كويس جدا، وكمان المروحة تسرع من عملية التنشيف بتاعة البوري بتاعي، علشان اضمن ان ما يبقاش فيه اي سوائل خالص. لان طبعا لو فاضل فيها اي سوائل او ما نشفناش البوري بتاعنا كويس قوي، السمكة ممكن تعفن معانا. فناخد بالنا كويس قوي من الخطوة دي، لان دي اهم خطوة في تمليح الفسيخ بتاعنا علشان الفسيخ ينجح معاكي، ان انا ما استعجلش عليه خالص. بنسموها الفسخانية الفترة دي، اسمها فترة تفويت، يعني بيفوتوا بين ان احنا بنغسل الفسيخ وان احنا نملحه، بنسيبه يرتاح خالص وينشف معايا جدا. الفسيخة بعد ما بسيبها الفترة دي باجي امسكها الاقيها ناشفة، الجسم بتاعها ناشف. بصوا انا بحطها واخده الشكل بتاع العلبة من كتر ما هي نشفت من المروحة، وبقالها كذا ساعة في الهواء، فبدأت تنشف. وحتى ريحتها دلوقتي بدأت ان انا اشم ريحة الفسيخ، مش ريحة الفسيخ انها ريحة مش كويسة، لا، ريحة، مش ريحة سمك، في ريحة فسيخ كده. بصوا بوريكم نشفت ازاي. تعالوا بقى معانا نجهز الخلطة بتاعة التمليح. معايا هنا كوباية كبيرة من الملح، انا بستخدم الملح الناعم، لو موجود عندك الملح الخشن استخدميه، الملح الخشن بيبقى افضل طبعا بكتير، بس الموجود عندي الناعم، وانا بملح دايما بالناعم وبيبقى حلو جدا جدا. على الكوباية الكبيرة دي بحط معلقة كبيرة من الشطة ومعلقة كبيرة من الكركم. الشطة بقى كمان تحافظة، والكركم كمان بيديله لون حلو كده، وكمان بيقتل البكتيريا. بصوا بقى طريقة التمليح، انا مليت الخياشيم بتاعة السمكة، فتحت الخياشيم بتاعتها كده ومليتها بالخلطة اللي احنا جهزناها مع بعض دي، واتأكدت انها مليانة كويس قوي بالملح والكركم والشطة، وحطيت شوية ملح كده فوق وتحت السمكية، وبعد كده حطيتها في كيس بلاستيك وبدأت اطلع كل الهواء اللي فيها. اهم خطوة ما نسيبش هواء خالص في قلب الكيس البلاستيك. وبعد كده بقى اعدي اكياس من كيس لكيس لكيس، انا اوقات بوصل ل15 كيس جوه بعض. هتقولي لي بتحطي كل سمكية لوحدها يا شيماء؟ هقولك انا بحط كل سمكية لوحدها في قلب كيس، وبعملها بستريتش راب كده لوحدها. حتى لو عندي كمية كبيرة بعمل كل سمكية لوحدها. طبعا ممكن تعملي كل السمك في كيس واحد على بعضه بنفس الطريقة دي كده، بنحط كل السمك، وهقولك ازاي دلوقتي لو هتحط كل السمك في نفس الكيس تعمليها ازاي الطريقة دي. بس انا غرضي من الطريقة دي انا بعملها لسبب واحد بس، ان انا ممكن بعد فترة التمليح بتاعتي اجي افتح على السمك الاقيه، انا بطلع واحده طبعا انا بجرب وبفتح اول واحده، ممكن الاقيها لسه ما استوتش او محتاجه وقت تاني. فلو كان الكيس كله على بعضه والسمك كله مع بعضه في نفس الكيس وفتحته، طبعا خلاص كده، يعني مهما اقفل فيه انا فتحت على الفسيخ. فانا طبعا بحب احط كل واحده لوحدها، بحيث ان انا لو فتحت بعد مده التمليح لقيتها لسه محتاجه وقت، يبقى الباقيين كلهم في اكياسهم لسه. وكمان لو انا حبيت اهدي حد بفسيخه كده ما اضطرش افتحها واغلفها تاني، هي زي ما هي كده بديها له يعني. فعلشان كده بعمل كل واحده لوحدها. بصوا بقى انا حطيتها في كذا كيس، في كذا طريقه. اول طريقه انا عملتها ان انا حطيتها في كيس بلاستيك وطلعت الهواء كويس قوي، وبعد كده حطيتها في حوالي 6 اكياس تانيين بنفس الطريقه كده، بطلع الهواء منهم، وبعد كده لفتها بستريتش راب. الطريقه التانية ان انا برضو البوريايه بملى الخياشيم كويس قوي بالملح، وبحط فوقيها وتحتيها الخلطه بتاعتنا دي متفقين عليها في كل البوري بتاعنا. بعد كده حطيتها في كيس بلاستيك وطلعت الهواء كويس قوي، ولفيت الكيس ده بستريتش راب، بحيث ان تبقى في الاول خالص الاستريتش راب كاتم كده البوريايه، وما تسربش ميه معانا، وكمان ما يدخلهاش هوا خالص. وبعد كده بكمل في اكياس بلاستيك. لو هتستغني عن خطوه البلاستيك راب ده وما تحطيهوش، حاولي تحطي اكبر عدد من الاكياس، يعني انا بقولك ان ممكن توصلي ل15 كيس جوه بعض، بحيث ان ما يوصلش ضوء خالص للبوري، وكمان ما يوصلوش هوا. واخر خطوه خالص بلفه بستريتش راب. بس كده سهله قوي. لو هتعملي بقى البوري كله في كيس واحد،
بنفتح الكيس البلاستيك وبحط السمك. طبعا برش شويه ملح الاول في القاعده بتاعه الكيس كده، وبمسك السمكيه زي ما انا بعملها كده، بملى الخياشيم بتاعتها، وبرده املي بقها بالمحلول بتاعنا ده، بالخلطه بتاعتنا دي، وحاولي ترصي البوري في قلب الكيس فوق بعضه عكس عكاس، يعني واحده وشها يمين والتانيه جنبها على طول وشها شمال، وترشي شويه ملح بالخلطه دي تاني، وفوقيها واحده عكس عكاس، بحيث ان يبقوا فوق بعض وكلهم الراس عند الديل، الراس عند الديل، بس كده. ونقفل الكيس، نطلع منه الهواء كويس قوي، وبعد كده نبدا الاكياس كلها يعني الكيس الكبير نبدا نلفه في اكياس كتير ونطلع الهواء، نلفه في اكياس ونطلع الهواء، وبعد كده كلهم مع بعض بستريتش راب. واهم خطوه بقى، بصوا هنا انا خلصت كميه الملح بالشطه بالكركم اللي عندي، فحطيت كميه تانية وهبدا اكمل باقي السمك بتاعي بنفس الطريقه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سهل جدا، يبان ان الموضوع صعب بس هو ما بياخدش وقت خالص ويستاهل يا جماعه. احنا بنموت في الفسيخ، انا بحبه جدا جدا، وبحب اعمله بايدي واكل اللي انا بعمله غير بتاع الشارع. بصوا انا قربت اخلص الكميه كلها، بوريكم ازاي ان انا بحط اكبر كميه. طبعا هتقولي لي انا بنحط كميه ملح قد ايه؟ كميه الملح بالنظر كده، ما ينفعش ان انا اقول لك حطي مثلا معلقتين، حطي 3، لا انت بتملي الخياشيم كويس قوي وترشي شويه فوق يعني حوالين البوريايه كده جوه الكيس، وبس كده، ما بنزودش كميه الملح. لو قلت عن كده والبوري طلع عادب ما بيبقاش حلو، يعني البوري ما ينفعش يطلع عادب، كمية الملح بتاعته مظبوطة. وهقولك بقى كمان لو فتحت عليه ولقيتيه عادي وكمية الملح بتاعته كانت قليلة، هتنضفيه، ويعني مش هينفع تاني يرجع في الكيس وتقفلي عليه، هتنضفيه كويس قوي، وبعد كده تخليه، تحطيه في علبة ومعاه زيت زي ما عملنا دلوقتي في السردين بالظبط، وتحطي معاه ملح وتقفلي عليه، وسيبيه بقى من 5 ل10 ايام كمان لحد ما ملحه يتظبط كده وطعمه يبقى حلو. خلصت الكمية بتاعتي كلها، بغطيها واحطها في مكان دافي، يعني ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز، طبعا ما يبقاش سخن، يعني يبقى فرن البوتاجاز الفرن كان مطفي طبعا، بس الفرن بيبقى ضلمه وكمان بيبقى دافي، وتقلبيها كل يومين كده على جنبها بحيث الميه اللي جوه تتوزع. وبعد 10 ايام بقى افتحي على الفسيخ بتاعك وكلي احلى فسيخ بنفس الطريقه دي كده. انا بفتح عليه بعد 10 ايام، طبعا من 10 ل15 يوم، وما تزوديش مده التمليح عن كده علشان ما ينشفش ويحدق منك. وباذن الله هبقى انزل لكم الجزء التاني من الفيديو وانا فاتحه على الفسيخ وازاي نخليه وازاي نحفظه. لما تجربوه ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.